السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعكم النشرة الإخبارية لحزب التحالف الوطني وأهم مقالات سيادة النائب محمد خالد القاضي. ومقالتنا النهاردة عن سيد الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام القائد الأعظم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم برسالته العظيمة فألف بين أهل الجزيرة بعد أن كانت قبائلها متناحرة، وصنع منها أمة قادت العالم وأنارت البشرية، وما زالت حكمته تجمع حولها أكثر من 1,000,000,000 مسلم حول العالم. عفوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم القائد في السلم والحرب، مؤسسا لدولة العدل والحق، وصانعا للأبطال والمصابيح التي أضاءت الأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم عليك يا عالم الهدى وعلى آله وأزواجك وأصحابك أجمعين عليه أفضل الصلاة والسلام. قال ابن حجر في كتابه الأصابة، قال الجلندي: لقد دلني على هذا النبي الأمي إنه لا يؤمر بخير إلا وكان أول آخذ به، ولا ينهى عن شر إلا وكان أول تاركا له. إنه يغلب فلا يبطر، ويغلب فلا يهجر، ولا يتلفظ بقبيح، ويفي بالعهد وينجز الوعد، وأشهد أنه نبي. كون نبينا الحبيب شرطة سرية لنقل المعلومات، وجهازا للعمليات الخاصة، وجهازا للاستخبارات، وكانت أجهزة شديدة الفاعلية في نجاح حروبه. وكان اختياره للقادة مبني على قدرتهم القتالية وليس إيمانهم فحسب. كان جيش المسلمين متماسكا يتمتع بالولاء الديني وليس القبلي المبني على العصبية كعادة العرب. شارك أصحابه في تحمل الاضطهاد والتعذيب، وهاجر معهم من البلد المحبوب، وكان يحمل معهم الحجارة لبناء المسجد، وعند حفر الخندق حمل المعول بل وسلالا من التراب على كتفيه. كان متواضعا لا يشبه الملوك فوق عروشهم، يفخر بأنه ابن امرأة بسيطة، عاش في بيت بسيط فرشه الحصير ومبني من الحجارة الطينية، وفيه كانت تدار الخطط للحرب والسلم، وكان قوله سيد القوم في السفر وخادمهم. تعلم النبي صلى الله عليه وسلم رعي الغنم، فكان يهتم بكل واحدة من الغنم ويحافظ على وحدة القطيع. في الوقت ذاته قال تعالى عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله وإن الله يحب المتوكلين. اتصف النبي صلى الله عليه وسلم بالقيادة الناجحة في تطبيق الأساليب الجديدة في الجهاد، كأسلوب القتال من خلال الصفوف في غزوة بدر وحفر الخندق، وفي غزوة الأحزاب، والقتال في المدن، والأحراج في قتاله لبني النضير وبني قريظة وخيبر. استخدم المناجيع في حصار الطائف، واتخذ مكانا عاليا للمراقبة في غزوة بدر، وقسم الجيش في غزوة الخندق، واستخدم الرسائل المكتوبة والإشارة المفهومة لأصحابه في الحروب. نعم القائد الملهم والفطن والمخلص والعدل الذي استطاع بناء دولة من المدينة المنورة بالإيخاء بين المهاجرين والأنصار، إلى أن استطاع نشر رسالته العظيمة بنموذج يحتذى به في فن القيادة والحكم بالعدل والمحاسبة بلا تفريق ولا تمييز. ومن ذلك موقفه صلى الله عليه وسلم من شفاعة أسامة بن زيد للمرأة المخزومية التي سرقت، حيث رفض ذلك الأمر وغضب غضبا شديدا وقال: إنما هلك من كان قبلكم، إنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف الذي نفس بيده، لو أن فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها. وضع صلى الله عليه وسلم كل شيء في مرتبته بالعدل من الأحكام والقيم والأعمال، فيقدم الأول فالأول، فلا يقدم المهم على الأهم ولا المرجوح على الراجح، بل يقدم ما حقه التقديم ويؤخر ما حقه التأخير، ويضع كل شيء في موضعه بالقسط المستقيم. قدم المصلحة العامة على الخاصة، وقد دفع المفاسد على جلب المصالح، وقدم العقيدة والتوحيد على ما سواها، ويستشير أصحابه. يقول أبو هريرة: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم على معرفة تامة بقدرات أصحابه، فيعلم ما يتناسب معهم وما يميلون إليه، فاستطاع توظيفهم في أماكنهم الصحيحة بما أتاح لهم تحقيق الهدف والتميز ونصرة الدين الله في كل مكان وزمان. فمصعب ابن عميرة ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري سفراء خير ودعاء إلى الله،
وأبي بكر وعمر وزراء له، وحذيفة ابن اليمان صاحب سره، وخالد بن الوليد سيفا من سيوف الله المسلول على الأعداء في المعارك والغزوات. وقوله صلى الله عليه وسلم: أعلمكم بالحلال والحرام. معاذ ابن جبل. وقراءكم لكتاب الله أبي ابن كعب. وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، وبعضا منهم في مجال التجارة، وآخرين في مجال الزراعة، وبعضا في مجال الطب. وقول الحكيم فيهم لتربيتهم على اتخاذ القرار والقيادة: ما كان من أمر دينكم فإلي، وما كان من أمر دينكم فأنتم أعلم به. صنع الحبيب المصطفى في دولة من الأخيار محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. يأبى بأبي أنت وأمي يا خير خلق الله، والله ترى البشرية قائدا أعظم ولا أحكم ولا أصدق ولا أقوى ولا أفطن من الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أبو القاسم سيدنا وقائدنا وإمامنا ورسولنا وشفيعنا صلاة ترضاها له، وكما أمرتنا أن نصلي عليه أفضل الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.